تعملي رز بلبن يشرفك قدام جوزك وعيالك؟ ده انا هخليكي تعملي رز بلبن يشرفك قدام جوزك وعيالك ويشرفك قدام المنطقه كلها. بس الاول ما تنسيش الاكسبلور واللايك، واللي ما عملش متابعه يعمل متابعه. يلا بينا هنجوم الكوكب. قبل ما نبدا، الربع كيلو رز بيتحط عليه كيلو لبن. حاجة هنشقلب حلتنا وننزل بيها بكيلو اللبن نسخنه شوية. بالتاني مية بتغلي في حلة تانية وهنزل بيها بربع كيلو رز. لما الرز ياخد ويدي بشكل ودي هجيب طبق وانزل فيه بكيس كريمة ابيض. كده هنزل بمية ساقعة حبة حبة واضربه لحد ما يهيش. ضربنا الكريمة هنزل بنصها على اللبن وهسيب نصها واقول لكم النص التاني هنعمل. شكل الرز بعد ما استوى، عايز اقول لكم انا ما سويتش الرز في اللبن ليه؟ عشان خاطر اللبن بيتبخر والكميه بتقل. بعد ما حطينا الرز هنزل بكيس من الفانيليا. كده هنزل بسكر، والسكر ده حسب الرغبه. اخر حاجه بقى هجيب معلقتين نشا في كوبايه وادوبهم في ميه وانزل عشان اربط. الشياكه والحلاوه حاجه روعه روعه روعه. يكون عندي اي حاجه بقى من الفخار دي او الطبق الفويل تخش الفرن. هجيب معلقه كريمه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو في كل طبق بالشكل الجامد. بعد كده هدخلهم الفرن لمده دقيقه واحده على الشوايه. عايزك تخش على الجمال والحلاوه. الله الله الله، بص رز بلبن بفرن، بص ابو من غير فرن مع شويه صوص كارمل بقى، حاجه جامده، حاجه روعه، حاجه اوعى، حاجه جامده جامده جامده. مشاركات كتير بقى يا اخواتي ولايكات كده وشهيصون الدنيا لو شايفين ان انا استحق.